السلام عليكم طلاب تالتة إعدادي. بإذن الله هنبدأ النهاردة نحل قطعة النحو اللي جت في امتحان محافظة أسوان. تمام، هنبدأ معانا نبدأ الأول نقرا القطعة كده وبعد كده نبدأ نحل. تمام، وزي ما عودتكم احنا بنبدأ نحل القطعة كلها كاملة، كل الكلمات اللي فيها مش مجرد الكلمتين اللي هو جابهم. هو بس جاب لي كلمتين وقال لي عايز اعربهم، انما احنا هنعرب القطعة كاملة. تمام، فيلا بسرعة معايا وجهز ورقة وقلم عشان لو ما تعرفش تعرب خالص هتتعلم معايا تعرف ازاي تعرب في الفيديو دوت. تمام، يلا بينا نقرا القطعة الأول كده ونسمي الله. أول حاجة بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن الشعب الذي يعيش بغير حب شعب متخلف الإحساس ظلام لنفسه، أما المجتمع المشهود له بالحب فهو منبع الحياة الطيبة الرائعة، وهو أسعد من أمة تمزقها العداوة، فالحب بين الناس مفتاح كل تقدم. تمام؟ خلصنا كده القطعة، تعالوا بقى نبدأ نحلها. أول حاجة بيقول لي إن الشعب، مثلا تعالوا نعرف كلمة الشعب. هو طبعا هو مش طالبها بس احنا هنعرف القطعة كلها. تمام، الشعب هتبقى على طول اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح، بعد كده الذي، مش دي فعل فلان ودي فعل فلان، يبقى دي على طول نعت. وزي ما قلت لكم قبل كده واحنا بنعرف في مفاتيح الإعراب، قلت لكم أي اسم موصول يجي قبله كلمة فيها ألف ولام على طول الاسم الموصول دوت يتعرب نعت، يبقى برضو الذي هتعرب نعت منصوب. تمام، بعد كده يعيش فعل مضارع مرفوع، وبعد كده بغير الباء حرف جر وغير اسم مجرور، بعد كده حب مضاف إليه، بعد كده شعب. إن الشعب شعبا، يبقى شعب ده هتعرب إيه؟ هتعرب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن اسم إن بيبقى منصوب وخبر إن بتبقى على طول إيه؟ بتبقى على طول مرفوع. بعد كده متخلف الإحساس، بعد كده ظلام لنفسه، أما المجتمع المشهود له بالحب فهو منبع. منبع هو مبتدأ، منبع خبر، الحياة على طول المنبع بتاع الحياة، يبقى الحياة تعرب ايه؟ مضاف إليه. وزي ما قلت لك قبل كده إن المضاف إليه بنعرفه من كلمة بتاع. بنحط كلمة بتاع في النص بينها وبين قبل الكلمة اللي أنا شاكك إن هي تبقى مضاف إليه، لو نفعت يبقى دي مضاف إليه. جرب كده، فهو منبع الحياة. طالما منبع بتاع الحياة، كلمة بتاع نفعت والجملة مشيت صح أو مشيت صح ونفعت، يبقى على طول الحياة دي هتعرب مضاف إليه مجرور علامة جره وكسرة. وهو أسعد، أسعد طبعا على وزن أفضل وعلى وزن أكثر وعلى وزن أفعل. تمام، بعد كده من أمة تمزقها العداوة، هو مين اللي تمزق الأمة؟ تمزقها العداوة، يبقى العداوة دي فاعل، وقبل كده قلت لك الفاعل بنعرفه من لما بسأل عنه بكلمة مين. مين اللي يمزق الأمة؟ العداوة. طالما العداوة دي إجابة لكلمة مين يبقى على طول العداوة دي هتعرف فاعل. تمام، فالحب بين الناس مفتاح. مفتاح دي اسم آلة على وزن مفعال. تمام، بعد كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي هات من القطعة اسم مفعول. من هنا الاسم مفعول على طول وأنا مغمض مشهود. تمام، مشهود دي اسم مفعول. طب واكتب فعله، فعله شهد، بجيبه مبني المجهول شهد، عشان بيقول لي اكتب فعله وزنه. كده انا جبت الاسم المفعول ووزنته. بعد كده بيقول لي ايه؟ هات اسم مكان. مين هنا اسم مكان؟ انا عندي هنا اكتر من اسم مكان، عندي كلمه المجتمع اهو، اسم مكان دوت المجتمع. طب ووزنه هيبقى على وزن المفتعل. وفي كلمه ثانيه على كيف، في كلمه ثانيه اسم مكان، في كلمه ثانيه اسم مكان كلمه منبع على وزن مفعل. تمام، بعد كده بيقول لي صواب الخطأ هذه الزهرة أكثر حمرة. خلاص احنا عرفنا طالما قال لي هذه الزهرة أحمر من غيرها يبقى التصويب بتاعها هتبقى أكثر حمرة أو أكثر إحمرار. تمام، يبقى هذه الزهرة أكثر حمرة من غيرها. بعد كده بيقول لي أنتن مختارات مستقبلكن. كلمة مختارات هتبقى اسم مفعول لفعل ثلاثي؟ طبعا غلط، هنا بيقول لي صح هتبقى اسم مفعول. لا، مختارات هنا مش جايب اسم مفعول، جايب اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، اصله اختار، يبقى هي مش اسم مفعول، هي اسم فاعل لفعل غير ثلاثي اختار. تمام، بعد كده يستخدم البناؤون الفأس، ما تحته خط، اللي هي كلمه الفأس اسم آلة. اسم آلة جامد ولا مشتق ولا قياسي؟ طبعا اسم آلة جامد لأنه ملوش اشتقاق. بعد كده التعليم يعد المدخل الأهم في تحقيق رقي الوطن. ما تحته كلمة، ما تحته خط مصاغ من الفعل، كلمة الأهم دي مصاغ من الفعل وأنا مغمض هما،
الماضي بتاعها همّا، تمام؟ بضم الحاء وشد الميم. خلاص كده القطعة كاملة اتعربت. الامتحان طبعا كان سهل وزي الفل وكله احنا قلناه، والافكار كلها احنا قلناها قبل كده. طبعا هو في القطعة مش كان طالب مني غير اعرب كلمة الحياة وكلمة العداوة، احنا يعتبر اعربنا القطعة كلها. لو حد مش فاهم الاعراب اديك عرفته، تمام؟ كلمة المضاف اليه بعرفه من كلمة بتاع، الفاعل بعرفه من كلمة مين. لو كلمة فيها ألف ولام ووراها كلمة تانية فيها ألف ولام، الكلمة التانية تعرب إيه؟ تعرب نعت، زي ما قلت لك فوق هنا كلمة الذي فيها ألف ولام واللي قبلها فيها ألف ولام، يبقى الذي دي على طول تعرب وأنا مغمض تعرب نعت، تمام؟ وبعد كده المفعول به بعرفه من كلمة إيه؟ مين اللي شرب اللبن؟ احمد، يبقى احمد ده فاعل. طب شرب ايه؟ شرب اللبن، يبقى اللبن دوت هو اللي مفعول به، تمام كده؟ يا رب القطعه تكون سهله وبسيطه عليكم وتكونوا استفدتوا منها. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. سلام.